هادشي اللي غادي تشوفو دابا في هاد المسلسل ديال الميسر قديم 40 سنة هادي، هو ميساج للعالم بأنه كلشي بيولي اصطناعي، زلازل أي حاجة. يعني كيف هما تيديرو الدواء وكيمرضو يمكن ليهم يديرو هادشي ديال حيت التكنولوجيا تطورات بزاف، فرجعو حكموا وردوا على الأخبار. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح النور يا سيدي. ايه اللي انت كاتبه ده يا حاج؟ ده تاني مقال عن مؤتمر العالم الفقير. وده برضه كلام معقول يا شكري؟ ده كلام مش من عندي، دي تقارير لعلماء كانت في المؤتمر. ما هي دي المفاجآت اللي قلت لك عليها. الكوارث الطبيعية هيحولوها لكوارث صناعية؟ يعني ايه؟ يعني زلزال صناعي دمر العالم، طوفان صناعي غرق الدنيا. يعني على سبيل المثال يجوا فوق بركان خامد ويرموا قنبلة ذرية تتسبب في زلزال صناعي يدمر كل شيء. معقول؟ ده تقرير سري حصل عليه علماء من زملاء ليهم في نفس الدول اللي بتبحث الحكاية دي. وليه؟ هي الحروب مش كفاية؟ لا مش كفاية. الدول دي بتفكر في وسائل جديدة تانية مبتكرة عشان يخفوا العالم، يتخلصوا من الأزمات اللي ممكن تحصل نتيجة لمشاكل العالم الثالث. ده جنون يا شكري. ويا الحرب دي أصلا مش جنون، الحرب اللي ممكن تقضي على الكل في لحظة مش جنون. الحرب ده شيء منذ الأزل ولها قوانينها، لكن يعملوا كوارث صناعية للتخلص من البشر؟ لا لا لا، ده كلام أنا مش ممكن أوافق على نشره لسبب بسيط، هو إنه غير قابل للتصديق. وهنروح بعيد ليه؟ هي قنابل الجراثيم دي مش برضو نوع من أنواع الكوارث الصناعية زي الأوبئة الطبيعية اللي بتكنس في الناس؟ شكري يا حبيبي، احنا محسوب علينا اللي بننشره، ومحسوب علينا السكوت عن أي شيء يهدد البشر. ايوه بس ده كلام مش رسمي، مفيش حد اعلن عنه خالص. هو في حد أعلن عن القنبلة الذرية لغاية ما فجروها في